طيب حضرتك مش شايف ان الاطباء المتخصصين في الحقن المجهري عددهم بقى كبير جدا؟ طيب هو السؤال دوت له شقين. لو احنا خدنا العدد بتاع الأطباء المتخصصين في الحقن المجهري وعلاج تأخر الحمل بالنسبة لعدد السكان في مصر مثلا، هيطلع متناسب، مش كبير ولا حاجة. ولكن مشكلة الأطباء المتخصصين في المجال دوت حاجتين. الحاجة الأولى إن هم متركزين في أماكن معينة. يعني دايما هتلاقي زي ما كنا بنقول زمان دايما، يعني إن الطب في القاهرة، مم. بره القاهره ما فيش طب. والكلام ده حقيقي مش موجود، لان عندنا اماكن كتير جدا في الصعيد وفي اسيوط وفي المنصوره وفي دمياط فيهم اساتذه، اساتذه اكابر، يعني على احسن ما يكون ان حد يتمنى يروح لطبيب في الاماكن ديت يعني. لكن لو جينا للمجال بتاعنا ده بالذات، فعلا هنلاقي ان التركيز الاكبر في العدد وفي الدعايه وفي العيادات وفي المستشفيات وفي المراكز الكويسه اللي عندها نتائج كويسه هنلاقيها في القاهره. متواجد في القاهرة. فاحنا لو خدناها نسبة وتناسب بالنسبة لعدد السكان، لا هم مش كتير ولا حاجة. لكن في الواقع يعني مش كل الناس اللي بتعلن عن نفسها انها بتشتغل في الحقن المجهري وعلاج تأخر الحمل هي فعلا عندها السكيلز الكافية والمهارات الكافية انها تعمل ده. مم. هي دي الفكرة برضو من ضمن الافكار اللي حركتني علشان اعمل حاجة زي كده، لان انا ناوي بعد كده ان شاء الله في البودكاست في الحلقات اللي بعد كده ان انا استضيف زملاء واساتذه وناس واخواتنا الصغيرين اللي بيشتغلوا في المجال، اللي انا متاكد فعلا ان هم بيشتغلوا حتى في امراض النساء والتوليد عموما، وحتى بعد كده ان شاء الله هنجيبه في التخصصات التانية كمان ان شاء الله يعني.